في شرق الجزائر وبمدينة باتنا توجد أقدم وأكبر مدينة رومانية في إفريقيا، مدينة قديمة اسمها تيمغاد، كانت في يوم من الأيام تعج بالمواطنين الرومان، إضافة إلى أنها آخر المعاقل الجنوبية المتبقية للإمبراطورية الرومانية قبل سقوطها، في وقت كانت فيه الإمبراطورية الرومانية قوية للغاية وممتدة لمسافات شاسعة. أسس الإمبراطور تراجان مدينة تيمغاد التي كانت تعرف آنذاك باسم تاموغادي في العام 100، وقد جعلت هذه المدينة تراجان أحد أقوى الرجال في العالم، كونها كانت تحمي طرق التجارة في شمال إفريقيا التي كانت حاسمة لتداول الحبوب في جميع أنحاء الإمبراطورية، وهو السبب الأساسي الذي دفع تراجان إلى إنشاء المدينة تحت ظلال جبال الأوراس. في غضون بضع سنوات توسعت البؤرة الاستيطانية للمدينة لتشمل أكثر من 10,000 من السكان من أصل روماني وإفريقي وأمازيغي. أما من ناحية شكل المدينة المعماري فقد أبدى خبراء معاصرون إعجابهم الشديد بالتخطيط الشبكي للمدينة عند اكتشافها لأول مرة، إذ صممت المدينة على شكل مربع ينقسم إلى شارعين رئيسيين، أحدهما يمتد من الشمال إلى الجنوب والآخر من الشرق إلى الغرب، كما تم بناء ميدان عام عند تقاطع الشارعين. وعلى الرغم من موقعها البعيد عن روما فإن مدينة تيمغاد احتوت على جميع المرافق الأساسية ووسائل الراحة اللازمة لمواطنيها. على سبيل المثال كانت المدينة تضم مكتبة ضخمة ومسرحا وكاتدرائية وعشرات الحمامات العامة، إضافة إلى قوس ضخم شيد خصوصا لتخليد انتصارات الإمبراطور تراجان ويعرف باسم قوس تراجان. وظلت تيمغاد مدينة مزدهرة ذات تعددية ثقافية ودينية لفترة طويلة، وبحلول القرن الثامن تخلت عنها الإمبراطورية وهجرها سكانها، وبدأت الأرض في التهامها ببطء، حتى وصل الرحالة الإنجليزي جيمس بروس إلى المنطقة عام 1763، حيث عين لمنصب القنصل البريطاني في الجزائر العاصمة في بلاط الداي. وعلى الرغم من كون جيمس بروس مناسبا لشغل هذا المنصب لما يتمتع به من حماس وذكاء شديد، لم يتوافق مع رؤسائه، فأدى ذلك إلى إقالته من المنصب عام 1765. لم يكن لدى جيمس بروس نية العودة إلى وطنه، فبدأ رحلة عبر الجزائر جاب خلالها مناطق كثيرة في شرق والصحراء بنية العثور على بقايا حضارة قديمة، فاكتشف شيئا مذهلا بمحاذاة جبال الأوراس في 12 ديسمبر كانون الأول 1765، حيث وجد نفسه وسط أطلال مدينة تيمغاد التي كانت مدفونة جزئيا تحت الأرض وفقا لما ذكره موقع ناشونال جيوغرافيك. وقد كتب جيمس بروس في مذكراته الخاصة عن المدينة: كانت بلدة صغيرة لكنها مليئة بالمباني الأنيقة، ولم يستغرق وقتا طويلا للعثور على قوس تراجان الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 40 قدما، والمدرج الضخم والعديد من تماثيل أباطرة الرومان المشهورين المنتشرة في جميع أنحاء المدينة. وبحسب جيمس بروس كان هناك تمثال للإمبراطور أنتونينوس بيوس إمبراطور روما خلال القرن الثاني ميلادي، بالإضافة إلى تمثال آخر لزوجته أنيا فاوستينا الكبرى. وبدلا من أن يعود إلى بلاده للإبلاغ عما وجده فعل العكس، ودفن كل القطع الأثرية التي عثر عليها وواصل رحلته عبر إفريقيا. عندما وصل إثيوبيا زعم اكتشاف منبع النيل الأزرق، رغم أن هذا الأمر كان محل نقاش بين العلماء في ذلك الوقت. وعندما عاد إلى وطنه عام 1774 شكك كثيرون في صحة روايته بشأن اكتشافاته في إفريقيا، ليبقى سر مدينة تيمغاد مدفونا حوالي 100 عام أخرى حتى تكتشف رسميا في عام 1875 من خلال لامبرت بلايفير. ومن المفارقات فقد عمل لامبرت بلايفير أيضا قنصلا في الجزائر العاصمة، وبدأ رحلة رائعة عبر إفريقيا ليجد ما كان يتحدث عنه جيمس بروس. لكن المدينة التي أعلن اكتشافها رسميا بقيت غارقة حتى العام 1881، عندما كان الفرنسيون يسيطرون على الجزائر الذين قاموا بالتنقيب عن المدينة المدفونة. ومنذ ذلك الحين وعلى مدى 8 عقود لاحقة ظلت أطلال تيمغاد القديمة في أيدي الفرنسيين حتى استرجاع السيادة الجزائرية. ومما تروي كتب التاريخ
أن بعد عام 370 بعد الميلاد لم تمض الأمور على نحو جيد بالنسبة للإمبراطورية الرومانية، فقد شق الهون طريقهم ببطء إلى أراضي قبائل الوندال الجرمانية، الأمر الذي أجبر تلك القبائل على غزو أراضٍ تابعة للإمبراطورية الرومانية. وبدأت تلك القبائل الجرمانية تتدفق داخل الأراضي الرومانية، واستولت على المدن المنعزلة التي وجدوها على طول طريقهم. بدأت عمليات الاستيلاء بالمنطقة المعروفة باسم بلاد الغال قبل أن يشقوا طريقهم إلى المنطقة المعروفة حاليا باسم إسبانيا، وبعد فترة وجيزة إلى منطقة شمال إفريقيا حيث مدينة تيمغاد. وعندما سقطت مدينة تيمغاد في أيدي القبائل الجرمانية شعرت روما بفداحة خسائرها، وبدأت الإمبراطورية بأكملها في الانهيار. فبعد سقوط مدينة تيمغاد وجه الوندال أنظارهم نحو مدينة روما نفسها، ونجحوا أخيرا في تحقيق هدفهم عام 455 ميلاديا، ونهبوا المدينة على الرغم من بقاء معظم الهياكل التاريخية سليمة كما هي، وعلى الرغم من الخسائر التي تكبدتها الإمبراطورية الرومانية جراء غزو الوندال. لم تستسلم روما بسهولة. بدأت قوات روما في إخضاع القبائل الجرمانية على أمل إعادة تأسيس الإمبراطورية التي كانت ذات يوم قوة هائلة لا يمكن مواجهتها. فظلت تيمغاد ضعيفة وبعيدة عن الإمبراطورية لكي تتلقى منها المساعدات، ومع ذلك خاضت الإمبراطورية الرومانية حربا ضد الوندال في عام 533 ميلاديا، ونجحت في استعادة أراضيها بشمال إفريقيا. عندما وصل الجنرال الروماني إلى تيمغاد وجد أن المدينة أصبحت مهجورة تماما، وبمجرد أن هجرها الجميع استحوذت الأرض على المدينة، ولم يمض وقت طويل حتى بدأت بدفن كل هندستها المعمارية الرائعة ومنشآتها العامة الفاخرة. أما اليوم فتعتبر تيمغاد إحدى المدن المدرجة القديمة في قائمة مواقع التراث العالمي الخاصة باليونسكو، كما أنها قطبا سياحيا رائعا.